السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في قناتي أطيب ما جربت. أطيب ما جربت لنهار اليوم راح تقدم لكم وصفة أجنحة الدجاج المحمرة في الفرن مع الخضر. وصفة اقتصادية بنينة، صحية مليحة، تقدموها ليكم ولعائلتكم. ننصحكم باش تجربوها، واللي راح يجربها راح يطلب منكم الوصفة. إذا كما راكم تشوفوا معايا مقادير الوصفة هي مقادير بسيطة جدا. عندنا أجنحة الدجاج، يعني هي المكون الرئيسي لهذه الوصفة. عندنا حبة طماطم تكون كبيرة حمراء ولا تكون طيبة مليح من الأحسن للذوق، وعندنا ولا زوج صغار. عندنا حبة طرشي فلفل حلو، عندنا لاموتاخت الخردل ملعقة كبيرة، عندنا قارص الثوم، عندنا ملعقتين من الزيت، وعندنا ملعقتين أيضا إذا حبيتي زيت أو زبدة. عندنا تشكيلة من الخضر هنايا كما تحبي نتيا. عندنا التوابل، تحبي توابل الدجاج، تحبي تابل ولا تحبي يعني فلفل أسود وكمون وعكري. نحطوا جميع المكونات كما راكي تلاحظي هنا في إناء ونمكسيوهم مليح بالبغا ميكسور، نتحصلوا على مزيج. يعني هذاك المزيج راح نتبلوا به الأجنحة ديالنا. يعني وماشي لازم الأجنحة، يعني هذا يعني الطبق تقدري تحضريه بأي قطعة من قطع الدجاج، لكن بالأجنحة عنده مذاق خاص. إذا نجيبوا البغا ميكسور ديالنا نمكسيو كامل هذوك المكونات حتى نتحصلوا على خليط متجانس. بالنسبة للأجنحة قبل ما نديرو لهم لا ماريناد، نبيكيوهم مليح بالموس باش تدخل لهم هذيك لا ماريناد مليح ويجو بنان. انا يعني اذا كان كنتم في يعني دايرين برنامج، ننصحكم باش توجدوهم يعني في الليل ولا في الصباح بكري طيبوهم محشيه. انا صراحه دائما نحضرهم من قبل، يعني نحضرهم الصباح ونديرهم في المساء ولا نحضرهم في الليل. يعني هذه من بين التحضيرات المسبقه اللي ساعدوني بحكم اني امراه عامله، وحتى اللي قاعده في الدار يكون عندها شغل، يكون عندها مهام اخرى، تقدر توجدهم ودير لهم بابي سيلوفان وتحطهم في الثلاجة. اذا هنا بعد ما ارتاحوا ولي تكون مزروبة ديرهم نص ساعة تكفي. اذا انا نحطهم هنا في البلا اللي يدخل للفوق. انا البلا تاعي عنده الغطاء ديالو، اللي ما عندوش غطاء دير لهم ورق الطهي ولا الزبدة، كل واحد كيفاش يسميه، وورق الالومنيوم. يعني تكون الفرن سخونة مليح حوالي نصف ساعة 25 دقيقة، نخرجوهم نلقاهم طابو ويزيدوا يطلقوا لوحديهم، يطلقوا الماء تاعهم، يعني هذاك الطرشي وطوماطيش وكامل، ونتحصلوا على اون صوص. كما راكم تشوفوا هنايا، يعني هنا ننبهكم حذاري سخون، حطوه مباشرة يعني في هكذا في اون بلونش، ولا حذاري تحطوه فوق البوطاجي كاش قطرة ما ولا راح يطرطق البلا. اذا كما راكم تشوفوا هنايا نحي لها الغطاء ونرجعهم باه يتحمروا على كلتا الجهتين. اذا ها هو الطبق ديالنا كما راكم تشوفوا جاي شهي ما شاء الله تبارك الرحمن. هنايا ننصحكم بلا شتو لاصوص تاعكم يعني شربت شويه، تقدروا تزيدوا تضيفوا لها شويه ما سخون، غالي ماشي سخون، يكون غالي مليح، يعني شويه باش حتى ترجعوها يعني مايها بزاف وتروح لها كامل البنه. نقصوا شويه لاصوص هكذا بجيه، نحطوها بجيه، وشو اللي بقات نحطوا لها يعني الخضر اللي كنا فورناها نصف طياب. كما راكم تشوفوا نستفوها هنايا ونرجعوها للفرن حوالي 5 دقائق باش تتجمر فقط. يعني هنا ما نفوروهاش، يعني ما نفوروهاش مليح باش تبقى محافظة على الشكل ديالها. الآن كما راكم تشوفوا هنايا نحو الأجنحة تاوعنا ونستفوا الخضرة تاعنا هذيك في البلا باش في البلا اللي راح نقدموها فيه. يعني كي نفورو ننصحكم باش ديروا الزرودية وحدها هي الأولى، انه تشد شويه طياب، حوالي 5 دقائق ولا نعاودو نزيدو نديرو الخضره الاخرى باش تجي كيف كيف، ونطيبوها يعني نسبه الطهي تكون حتى حوالي 70%. تكمل طيابها في لاصوص، تخلوهاش تطيب بزاف ويروح لها قاع الشكل. كما راكم تشوفوا هنايا نستف كامل الخضره ديالي،
يعني ونظر الصورة راهي تعبّر. يعني نسقيوها شوية لاصوص هاذيك اللي كنا نقّصناها من قبل، يعني حنقدموه بلاصوص. إذا كيما راكم تشوفوا أخواتي، هذا هو الطبق ديالنا لنهار اليوم، جاي شهي يعني بشهادة اللي ذاقوا. ننصحكم باش تجربوه ليكم ولعايلتكم. طبق صحي بنين، مكونات يعني بسيطة اقتصادية بالأجنحة فقط. والخضرة هنا يعني نأكد لكم إنه الخضرة اللي ما ياكلوهاش يعني العيلة تاعك ديريها في هذا الطبق، رايحين يتناولوها. هي وصفتنا نهار اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتعجب العيلة تاعكم، نتمنى تجربوها. إذا عجبكم المحتوى، عجبتكم الوصفة، ديروا جيم وكومونتير، خلوا لي اقتراحاتكم واش راكم حابين في لي كومونتير. واللي ما راش داير مشاركة يدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو قادم.